الوقت بيجري بسرعة والسنة بتخلص، مع نهاية السنة بتكتشف إنك ضيعت وقت كتير جدا وضيعت إنجازات كتيرة كان ممكن تحققها. الفيديو ده يكون واقعي ومن تجربة شاب ضيع سنين في حاجات كتيرة ملهاش لازمة، وضيع في خروجات وبنات وحاجات كتيرة ما كانش المفروض تحصل في السن بتاعي. ودخولك للفيديو ده وإنه يطلع قدامك فاعرف إن ربنا حاطولك سبب من الأسباب إنه يكون سبب في تغييرك أو سبب في إنك تحقق ولو إنجاز واحد بس قبل ما السنة تخلص وتبتدي السنة الجديدة صح. فدي فرصتك الوحيدة بقى تستغلها يا تروح منك زي أي سنة راحت منك. ومش مهم أنت إزاي ابتديت السنة دي ولا عملت فيها إيه، المهم أنت هتنهيها إزاي. أنا يوسف حسن، شاب بيحاول يطور من ذاته وبيديه خبرته وتجربته للرحلة دي. فلو دي أول مرة تشوفني فركز عشان تلحق الباقي من السنة دي. عشان الصورة تبقى واضحة، يعتبر الفيديو ده تكملة لفيديو الوينتر أرك اللي أنا لسه منزله. فخلص الفيديو ده وروح شوف فيديو الوينتر أرك لو أنت مشفتوش، واقفل ونفذ على طول. اول حاجه لازم تعملها، وانا طولت في لازم عشان هي فعلا لازم تتعمل دلوقتي، ودلوقتي بالمعنى الحرفي، اللي هو انت شفت الجزئيه ديت من الفيديو توقف الفيديو وتروح تنفذها، عشان هي صعبه شويه وهتحتاج تتعافى منها لو انت قلبك مش قوي. لو جيت تبص حواليك دلوقتي هتلاقي ان كل حاجه موجوده عندك في الاوضه ليها ذكرى. او لو فتحت الجاليري او الصور وطلعت لفوق هتلاقي ان في اشخاص وناس كتير مبقوش موجودين في حياتك خالص. ويمكن النهاية من معظم الناس ما كانتش ألطف حاجة، أو أيا يكن بقى. لو بصيت حواليك توكة كده، ساعة، هدية، كل دول كانوا ذكرى في حياتك مش أكتر. وجودهم عندك مش بيعطلوك ولا بيزحموا الدنيا، بس وجودهم عندك عبء كبير جدا على نفسك، وبدل ما بتنفعك هي بتشدك لورا. فأحسن حاجة تعملها ومن غير رحمة ولا تفكير كتير إنك الحاجة دي يا تحرقها يا ترميها يا تمسحها. المهم اللي أنت المفروض تكون داخل السنة الجديدة وانت خلاص اللي هو بتجهز نفسك انك هتتعرف على ناس جديدة، هتتعرف على ذكريات برضو جديدة. ففكر في اللي جاي، ما مضى قد مضى ومش هتقدر تعدل عليه، لكن مستقبلك تقدر تكونه من دلوقتي. تاني حاجة، الاصحاب مهمين بلا شك، لكن مش اي حد انت بتخرج معاه ولا اي حد انت قعدت معاه قعدتين تلاتة يبقى صاحبك او يبقى قريب منك. لازم تقلل دايرتك قبل نهاية السنة دي، لازم تقلل دايرة صحابك ودايرة معارفك. لازم تنقي الشخص او الشخصين اللي هدفهم نفس اهدافك وتفكيرهم نفس تفكيرك. ونصيحة مني، لو انت مش لاقي الشخص ده او مش عارف هو مين من دايرة معارفك، فانا هدلك عليه. هو الشخص اللي ما بيخرجش كتير، اللي ما بيبعزقش فلوسه في اي حاجة يلاقيها قدامه، واللي اهدافه نفس اهدافك، واهم حاجتين يكون مسؤول ويكون عارف ربنا. وهيجي سؤال في بالك، ليه انت بتقول لي يا حسن دايما شخص او شخصين، ليه ما بتقولش مثلا 3 4؟ هقول لك ان مع كثرة العلاقات وتوسع الدايرة مش هتلاقي وقت لنفسك. هتلاقي ده بيحكي لك مشاكله وده انت بتحكي له مشاكلك، تلاقي ده بتحكي له مشاكله وده بيحكي لك مشاكلك، وهكذا بقى على الشخصين او ال3 وال4 اللي انت عايز تصاحبهم. هما 1 أو 2 بس اللي تركز معاهم على مستقبلك ومستقبلهم، وتشوف انتوا ازاي هتتطوروا وتطوروا من نفسكم. اما الباقي ممكن كل شهر تخرج معاهم مرة. تالت حاجة، جرب تبعد عن العالم الافتراضي او السوشيال ميديا. وايوه انا عارف ان انا قلتها كتير وعدتها وزدتها كتير على القناه ده، بس ليه؟ لان انا مجرب كتير. دايما كده كل ما بحس ان نفسيتي مش احسن حاجه، بحس ان انا ببص على الناس كتير، بحس ان انا بتابع حياه الناس كتير، لازم اوقف مع نفسي. فبجد انت لازم تجرب، هتلاقي نفسيتك بقت احسن، بقيت بتشوف الدنيا بطريقه مختلفه تماما، بقيت بتشوفها على حياتها، بقيتش بتشوف الكاركتر بتاع الناس اللي بتعمله على السوشيال ميديا اللي هو لا يمت بصله بارض الواقع. واهم حاجه، وعشان كده بقول لك اللي هو لو لمره واحده بس اللي هم الشهرين الاخرى في السنه، انك هتلاقي نفسك بتركز على حياتك بدل ما انت متابع حياه ناس تانية. رابع حاجه وهو توبيك كامل، وممكن يكون الجزئيه دي طويله شويه عشان احنا هنتكلم عن الفلوس. دلوقتي اي شاب فينا عايز يعمل فلوس، صح؟ صح. فكك بقى من الكلام التقليدي وركز معاه كويس جدا. هو بياع السوبر ماركت بيكسب على ايه بالظبط؟ بيكسب لما يبيع المنتج، صح؟ صح. طب هل الشغلانه دي محتاجه تعليم او محتاجه مهاره معينه؟ لا. طب هل الشغلانه دي مكسبها كبير؟ برضه لا. بس بيعتمد شويه على شطارتك في البيع وعلى المكان اللي انت بتبيع فيه. يعني انت مثلا لو بتبيع ازازه ميه في مصيف عكس ما تبيعها في مدينه محليه، ودي اللعبه شويه ايه في الشغلانه ده ايه. طب فكر معايا تاني، هو الدكتور اللي فاتح عياده بيجيب فلوس ازاي؟ بيجيب فلوس من فلوس الكشف او ايا يكن العمليه اللي هيعملها او ايا يكن الاستشاره اللي هياخدها. بيبيع خدمه، صح؟ صح. طب هل الشغلانه دي محتاجه تعليم او محتاجه مهاره؟ اه جدا. طب مكسبها كتير؟ اه، بس بيعتمد على الماركتينج. فالملخص عشان افهمك ان ده بيعمل فلوس وده بيعمل فلوس، يبقى الطريقتين انك تعمل بيهم فلوس هي انك يا تبيع خدمه يا تبيع منتج. انا اديت مثل بسيط جدا في فيديو الوينتر ارك، هو هيطلع لك يا هنا يا هنا، بروح شوف المثل وبروح شوف الفيديو لما تخلص الفيديو ده. طيب ده من حيث المنتج. طب والخدمه بقى؟ ما هو انت بقى حط لنفسك تارجت الشهرين دول انك تتعلم مهاره او خدمه تطلعها للناس. طيب تتعلم خدمه بس؟ لا، انت ممكن كمان في الشهرين دول تبيع منتج.
وكتير فعلا حجزوا معايا كول ودخلنا كول وعرفتهم المنتج اللي يقدروا يبيعوه اللي متناسب مع اسلوب حياتهم. ولو عندك اي مشكله او محتاج مني استشاره في ايه المنتج او ايه الخدمه اللي انت ممكن تقدمها، فانت ممكن تبعت لي كوتشنج على التليجرام وهنحجز كول سوا. بس الاهم فعلا عشان تعمل مبالغ ماليه كبيره هي انك تتعلم خدمه او مهاره خلال اخر شهرين دول، زي الجرافيك ديزاين، زي الفيديو اديتنج، زي الويب ديفلوبمنت او تطوير المواقع او الكوبي رايتنج. وكل دول ان كتبت بس عنوان واحد بس هتلاقي 1000 كورس موجود على اليوتيوب. بس الفكره في اليوتيوب بس ان المعلومات متبعتره، لكن هل المعلومات بتاعته كويسه؟ معلوماته تقيله جدا بس المعلومات متبعتره. دور انت بس وحطها في دماغك الشهرين دول لحد اخر السنه، افضل اشتغل على نفسك لحد ما تتقن الخدمه دي. وحتى انت ممكن تقدم خدمتك فري لحد ما يكون ليك اسم. ومع بدايه السنه الجديده ما ترحمش حد، لا قريب ولا بعيد، وابتدي فعلا اعمل فلوس من الخدمه دي. ولو عايز نتكلم اكتر عن البيزنس او ازاي تعمل اول مبالغ ماليه ليك كشاب، فاكتب لي تحت في الكومنتس، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. خامس حاجه، الشهرين دول لازم يكونوا نقطه تحول ليك خصوصا لجسمك. طب ليه يا حسن انت دايما برضو بتتكلم عن الجسم وان احنا المفروض نعمل جسم حلو؟ انا يا عم عاجبني شكلي وانا رفيع، او انا عاجبني شكلي وانا تخين، ايا يكن انا ايه، انا بحب نفسي زي ما انا كده. حب نفسك زي ما تحب، بس لا الناس هتحب ولا اهلك هيحبوا ولا حتى ربنا هيحب، لان جسمك امانه. وغير كده والله ان عملت فعلا جسم حلو وان اهتميت بجسمك وبقى شكله منمق وفي الهدوم شكله حلو، والله هتاخد كميه احترام وفرق تعامل ابن لذينه. ويا عم ما تسمعش مني، اي حد فعلا وصل لجسم حلو هتلاقيه فعلا بياكد لك على المعلومه دي. فدلوقتي الشهرين دول دورك انك تلحق تغير جسمك. انا في الفيديو ده شارح انت المفروض تعمل ايه من الالف للياء. طيب حاولت بس مفيش نتيجه او الموضوع صعب او عايز تسهل الدنيا على نفسك وحد يعمل لك الدايت والتمارين، فبعت لي كوتشنج على التليجرام والحق، لان في خصم 50% والاماكن قربت تخلص. بعت لي كوتشنج على التليجرام، اللينك موجود تحت في الديسكربشن. وان ما ردتش عليك فاعرف ان الاماكن خلصت وان احنا مش هنقبل باي حد يشترك معانا تاني، عشان كل واحد ياخد حقه وما نقصرش معاه، لان احنا دايما بنراعي ربنا في شغلنا. سادس حاجه وهي من اهمهم وهي السمارت جولز. ايه السمارت جولز دي يا حسن؟ في المختصر كده، بس انت ممكن تسيرش عليها هتلاقي ان السمارت اصلا هي اختصار ل5 كلمات. ففي المختصر عشان ما اطولش عليك الفيديو اكتر من كده، انت بتحط اهداف ذكيه، بمعنى اهداف مدروسه ازاي توصل لها وقابله انها تتحقق وتكون مناسبه معاك، وتحط لها ديدلاين او فتره زمنيه تحقق فيها الهدف ده. فخلص الفيديو ده واقعد مع نفسك اعمل ليست كده مليانه بالاهداف اللي هي سمارت جولز، مش اهداف انت بتعرفش توصل لها. انا في واحد كتب لي كومنت على الوينتر ارك بيقول انه عايز يعمل 5 مليون جنيه في ال3 شهور الجايين. ففكر في اهدافك كويس، شوف هي قابله للتحقيق وشوف هتحققها ازاي وامتى، وهل هي متناسبه معاك اصلا ولا لا. ودي واحده بصراحه مش مجهزه في السكريبت، وهي اتعلم تكون لوحدك. اخر شهرين دول اتعلم تكون لوحدك. الوحده مش حاجه وحشه خالص، بل بالعكس هتعلمك كتير وهتخليك تركز على نفسك اكتر وتراجع نفسك وتراجع اهدافك بعيدا عن كل التشتيت بتاع الناس. في ملخص سريع كده عشان بعد ما تقفل الفيديو تروح تنفذ على طول: 1. اخلص من ماضيك. 2. قلل دايرة صحابك ومعارفك. 3. ابعد عن العالم الافتراضي او السوشيال ميديا. 4. اتعلم مهارة وبيع منتج. 5. جسمك هو اول انطباع للناس وهي امانة عند ربنا فلازم تهتم بيها وتطورها. 6. حدد اهدافك بس تبقى اهداف سمارت. 7. اتعلم تكون لوحدك وخليك بطل قصتك للاخر. بس كده، السلام عليكم.